عونك يا يمن. ستظل دولة الإمارات عوناً لكم دائماً تحت كل الظروف مهما كان الثمن، حتى ترجع اليمن إلى بيتها العربي الأصيل. عونك يا يمن، هاشتاغ إماراتي يمني ينشط في الساعات الماضية بعد قيام الهلال الأحمر الإماراتي ببناء مدن جديدة في مدينة سقطرى اليمنية وتدشين مرافق صحية وتعليمية ستنجز خلال العام الحالي، وذلك ضمن حملة عونك يا يمن التي بدأت منذ العام الماضي. صور متداولة من داخل اليمن عكست ردود فعل الشارع اليمني. كما عكس تويتر أيضاً احتفاء اليمنيين بعودة الحياة إلى ميناء المكلا من جديد بعد عام من سيطرة القاعدة عليه، وذلك بعد نجاح العملية العسكرية التي شاركت فيها قوات من التحالف العربي في دحر تنظيم القاعدة. من جهته غرد شيخ قبيلة بن عطاف جنوب اليمن قائلاً: أتمنى من دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية بعدم الخروج من اليمن إلا وقد أعادوا تأهيله، فإنه بيد تجار حروب مجرمين وأنتم أهلنا. وفي تويتر العربي تفاعل كبير عبر عدة هاشتاغات مع الأحداث الدامية في حلب والقصف العنيف من قبل قوات النظام السوري على المدينة بعد انهيار الهدنة، ليشتعل الهاشتاغ بصور الضحايا، لا سيما ضحايا القصف على مستشفى القدس في حلب. وسعودياً، هاشتاغ رياضي كان بين الأنشط عالمياً ظهر اليوم عنوانه أفضل 3 أساطير بالسعودية، تعددت فيه أسماء نجوم الكرة السعودية من مختلف الأندية، إلا أن المغردين أجمعوا أن لا خلاف على ماجد عبد الله. وفي تويتر المصري، وبعد الاهتمام الكبير بإطلاق ألبوم النجم عمرو دياب والمقرر طرحه في الأسواق اليوم، يطلق جمهور عمرو دياب احتجاجه ضد شركة روتانا للإنتاج بعد إغلاقها قناة دياب على موقع يوتيوب على خلفية خلاف بين الطرفين. وأخيراً، القيادة بسرعات جنونية كانت حديث المغردين في هاشتاغ اجتماعي جديد. جنون سرعتك وانت سايق بتخليك مجرم لقتلك أو إصابتك نفس بريئة. جنون سرعتك وانت سايق تدل على خفة عقلك وضعف مسؤوليتك. ضياع لحظة من حياتك أفضل من ضياع حياتك في لحظة.